نأتي للملف السوري سيدي. تقفون من موقف محدد مما يجري في سوريا، ورأيتكم تميزون بين الحراك الشعبي العادي وبين العمليات المسلحة. كيف تنظرون إلى هذا المشهد؟ في حقيقة الأمر من يريد أن يقارب ما يجري في سوريا إذا قاربه من زاوية محددة وخاصة قد لا يصل إلى رؤية واضحة وبينة. وبالتالي أنا أعتقد بأن من يريد مقاربة الوضع السوري عليه أن ينظر إلى مجمل الصورة الداخلية والصورة الإقليمية والصورة الدولية. بهذه الاعتبارات في الحقيقة نحن في المقاومة نحن منسجمون في رؤيتنا وفي موقفنا. بالتأكيد أولا أريد أن أؤكد على أن حزب الله والمقاومة التي انحازت إلى كل هذا الحراك الشعبي السلمي الذي كان يريد أن يتحرر ويريد الوصول إلى حريته وكرامته وعزته وإلى آخره، نحن منحازون أيضا مع هذا الشعب أينما كان، بما فيهم هذه المطالب التي رفعها الشعب السوري سواء على مستوى الحرية أو الديمقراطية أو الإصلاحات إلى آخر ما. الفارق في ذلك أن ما حصل في سوريا أنه بات هناك تداخل ومزيج معقد في هذا الموضوع. فإذا نحن مع مطالب الشعب السوري، مع حريته وكرامته، مع كل ما طرحه لأجل تحسين أوضاعه الاقتصادية والسياسية. وأظن أن هنا قد نختلف، أن النظام والسوري الذي أيضا هو لم يرفض هذه الإصلاحات، بل كان أيضا ممن يعني قابلية الإصلاح كبيرة جدا، ولكن لعله بين هلالين وهنا قد يكون تباين في وجهات النظر. منهم من يقول بأنه تأخرت الأمور أو لم تتم الاستجابة بشكل سريع، فهذا يعني لا يضير في أصل الموضوع. هذا الجانب الآخر على المستوى الإقليمي، بالتأكيد من يريد أن ينظر إلى ما يجري في سوريا لا يستطيع أيضا أن يفصل نتيجة تطور الأحداث وتسارعها وتداخلها من حراك مسلح وانشقاقات وما شابه عمليات ضد الجيش السوري. أيضا لا يستطيع أن يفصل هذا عن أن سوريا بموقعها الجغرافي والاستراتيجي هي أيضا لها حدود مع فلسطين المحتلة. أيضا لا يستطيع أحد أن يتنكر إلى الموقع الجغرافي والسياسي وإلى الدور الذي مارسته سوريا باعتبار دعم المقاومة في فلسطين. وكلنا يعلم بأن سوريا احتضنت المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية في اللحظة التاريخية والحرجة التي عز النصير فيها لمن يريد أن يدعم القضية الفلسطينية، وضاقت السبل في المجاهدين والمقاومين الذين يسيروا في هذا المجال. الأمر الآخر أيضا لا أحد ينسى مدى الدعم السياسي واللوجستي أيضا سواء للمقاومة في لبنان أو المقاومة في فلسطين أو المقاومة في العراق ضد الاحتلال الأمريكي. وبالتالي إذن هناك مركب من الأهداف إن صح التعبير بما يحصل في سوريا. على المستوى الدولي أيضا بتنا اليوم بعد أن أصبح الوضع معقد أمام مشهد قد يتجاوز ما يجري على المستوى المنطقي. يعني هناك صراع في رسم معالم نظام دولي جديد، ولذلك هذه الاصطفافات الدولية خاصة ما يتعلق بمجلس الأمن وغيره يؤكد. بهذه الاعتبارات نحن مثلا في لبنان أو المقاومة في لبنان، أنت تعلم بأن أيضا في العراق كمان كان هناك ديكتاتور يحكم العراق، وكان هناك صراع مع شعبه
وكانت هناك أغلبية معروفة يعني. مع ذلك عندما شعرنا بأن العراق مهدد من الخارج بتدخل أجنبي يريد أن يطيح بالعراق وبقيادة العراق وبالدولة العراقية، ماذا كان موقف حزب الله مع ما يعرفه حزب الله عن المرارات والجرائم التي تم ارتكابها والفظائع وإلى آخر ما هنالك؟ كان موقفه أن سماحة السيد حسن نصر الله دعا إلى مصالحة بين المعارضة وبين النظام. لماذا؟ لأنه دائما في فقه الأولويات سواء السياسية أو الدينية أو الشرعية أيضا، عندما يكون هناك مشكلة بين مجموعة أطراف ونجد تتصارع لأجل مسائل محددة، أما عندما يتعرض البلد أو الوطن إلى خطر خارجي، ماذا؟ على الجميع أن ينسى كل هذه الخلافات ويتوجه إلى المعركة الأساسية. فإذا نحن منسجمون في ذلك. طيب، عندما نجد أن هذا سوريا، عندما نجد بأن سوريا التي تحملت أعباء القضية الفلسطينية، تحملت دور في القومية العربية، تحملت دور في دعم وتأييد كل من كان يقاوم ويقاتل هذا الكيان الصهيوني، ولا يعني أقول سرا إن قلت بأنه بالتأكيد كان لسوريا فضل كبير سواء في 2006 أو في 2000 في التحرير. فبالتالي لا نستطيع أن نتنكر لهذا الشيء، هي أولا. ثانيا، أننا منسجمون مع ما قلته فيما يتعلق بموضوع العراق، وبالتالي عندما وجدنا أن الاستهداف الأمريكي والغربي الذي كشر عن أنيابه ولأجل من، بالتأكيد أمريكا لا تتحرك إلا في أجندتها الخاصة، وهي كيف تضمن أمن الكيان الصهيوني في المنطقة. لذلك من هنا نجد أن الثورات التي استطاعت أن تحقق الإنجاز بدأت تتآمر عليها من داخلها أيضا، وتنصب لها الكمائن وتنصب لها المكائد وتحاول أن تحرفها عن مصالحها. فلذلك نحن عندما وجدنا هذا التآمر الدولي على الموقع والدور، وخاصة أننا نحن يعني رأس الحرب في المقاومة وبالتالي معنيون بشكل مباشر في هذا الموضوع، فلذلك يعني نحن بقينا منسجمين نحن مع ولذلك كان الطرح الأخير في الموقف أنه في ظل هذا التعقيد وفي ظل الجميع يعرف بأنه لا أحد يستطيع أن يحسم ميدانيا الموضوع، فلم يكن سوى الحوار القائم على المصالح الوطنية، على حماية الدولة وعلى تحقيق مطالب الشعب. ذلك الحوار، لا ترى سيدي أن سوريا أصبح بين ظهرين سرة العالم تتبارز من خلالها مشروعان، مشروع أمريكي تركي نعم. إماراتي قطري إسرائيلي صهيوني يقابل مشروع المقاومة، هذا نوسع الرؤية ولا نتجاوز البعد الوطني المباشر للحريات؟ صحيح، يعني هذا الكلام صحيح، ولذلك هنا يجب من يريد أن يقارب أن يلتقط المشهد من كل زواياه ليتمكن من أن يحدد موقفا. طبعا هذا يعني لا يبرر تلك الدماء التي تسقط والتي أعتقد أن لا أحد يرضى بها على الإطلاق أبدا. لا تعتبر أن الحرب القائمة إن قامت ستكون حرب إقليمية ولن تكون حرب في رقعة جغرافية محددة، على اعتبار الرهانات القادمة وخطورة الانهزام والانكسار بالنسبة للمشروع الصهيوني؟ يعني في هذا المناخ الحاصل على مستوى بعد إذنك منطق 2006 انتهى، أنه حزب الله سيحارب الصهاينة انتهى، الحرب القادمة ستكون حرب مصيرية بالشكل أنه لا أحد يقبل الخسارة، وبالتالي ستنزل المعسكر الصهيوني الأمريكي بكل قواه مباشرة وبدون قفاز أو ستار. يعني أولا لا أحد يتمنى أن تحصل الحرب، ولكن في قراءة واقعية وموضوعية ومنطقية للأمور، ومن هنا يجب التنبؤ إلى هذه المخاطر أيضا. أنا يعني أستطيع أن أقول بأن الكيان الصهيوني بالتأكيد
هذه الهزائم التي مني بها في الفترة الأخيرة 2006 في 2009 في غزة أيضا وما شابه، بالتأكيد هو يعمل في الليل وفي النهار لأجل الوصول إلى ما تفضلت به، لأن هذا الكيان لم يعد يحتمل المغامرة بحرب على الأقل في التقدير لا يضمن الفوز به. ولذلك هو ما زال حتى هذه اللحظة لم يتمكن من، مع كل المعطيات التي بين يديه والقراءات التي يمكن أن يقرأها بدقة، وتعرف الموساد والمخابرات العسكرية وكأجهزة لهذا الكيان كبيرة ومهمة. فأنا أتصور لذلك هو حتى اللحظة لم يجازف في عملية عسكرية. وأيضا نتيجة تعقيدات هذا الوضع القائم في المنطقة العربية وهذا التشابك في المصالح لهذه الدول والقلق والخوف والاضطراب الكبير الذي يعاني منه الكيان في ما يتعلق بهذا الحراك، فضلا أيضا عن خسارة الولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة من الحلفاء الاستراتيجيين في المنطقة. فالبعض قد يعني يتجه بهذا الاتجاه، بأن أي معركة أو أي حرب في المستقبل على مستوى المنطقة قد لا تقتصر على طرفي الصراع أو المعركة نتيجة هذا التداخل. ولكن في نفس الوقت أنا أقول بأن حتى الأمريكي الآن لا أظن أنه ممكن أن يقدم على عمل كبير وضخم، وخاصة أن سياسة أوباما لعلها اختلفت كثيرا عن من سبقه، لأن من سبقه لا أظن أن أحدا من الرؤساء الذين أتوا بعده يستطيع أن يجاريه. يعني في زمن ولايتين فقط على مدى 8 سنوات خاض أكثر من 4 حروب أو 5 حروب على المنطقة. فضلا عن أن الإدارة الأمريكية والوضع الأمريكي هو مأزوم أيضا في ذاته. يعني هو خرج من العراق وبعد احتلال دام 8 سنوات أو أقل أو أكثر دون أن يحقق نتائج ومكاسب وامتيازات سياسية أو أمنية أو عسكرية. وأيضا في أفغانستان يعاني من مشكلة كبيرة واستراتيجية في إمكانية وقدرة قوات التحالف على البقاء. أكثر ذلك نجد بعض الدول بدأت بالانسحابات والخروج، حتى دول التحالف الأساسية. أظن السنة القادمة أعتقد أن الفرنسيين والبريطانيين يخرجون وحتى الأمريكان. ففضلا عن الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة الأمريكية والذي يعاني منه العالم، فأيضا هذه العوامل يجب أن نضعها بعين الاعتبار. وهنا يعني تصبح إعطاء رأي أو تقدير لوقوع حرب من هذا النوع ليس أمرا